بص يا سيدي، خالد الغندور، عمرو نبيل، سيف زاهر، اعلاميين كتار حتى والصحفيين بياكدوا اقتراب زيزو بالنادي الاهلي او بل توقيعه النادي الاهلي. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، مش هطلب منك عاوز تعمل الله كامل، مش عاوز ما تعملش انت ومزاجك، لكن النهارده جايب لك كل التفاصيل المهمه عن قصه زيزو والاحداث اللي بتدور، فمعلش هستاذنك تكمل معايا الفيديو للنهايه. بص يا سيدي، انا في اكتر من حلقه قلتها لك وما نكرتش ان الاهلي بيتفاوض مع زيزو، وناس مقرره من النادي الاهلي بيتفاوضوا مع زيزو، عشان الناس بتزعل ويقول لك لا الاهلي ما بيخشش والكلام التعبان ده. لكن النهارده في اكتر من خبر موثوق بياكد انتقال زيزو للاهلي. لكن النهارده تعالى اجي لك الخلاصه، قلتها لك قبل كده ان ما يعيق توقيع زيزو للاهلي ان في جلسه اخيره مع مسؤول نادي الزمالك. طب الجلسه دي امتى؟ الجلسه دي بكره. هيطلع ناس يقول لك لا مش بكره، وهيطلع ناس يقول لك مفيش جلسه، وكلام كبير. لكن تعالى النهارده اقول لك الخلاصه. بص يا سيدي، اللي بيخلي النهارده زيزو ما ينتقلش للنادي الاهلي او يروح لنادي الزمالك، اللي النهارده ما حصلش اتفاق رسمي مع زيزو. لكن انا قلت لك قبل كده ان حصل اتفاق رسمي مع والد زيزو مع مسؤول النادي الاهلي، والراجل خد شيك كمان. طب ايه اللي مزعل ابو زيزو وخلاه ما يجددش مع الزمالك؟ ان في مشاكل بينه وبين ممدوح عباس، الخزنه المتنقله لنادي الزمالك، ومجلس الاداره ما بيمشيش خطوه واحده الا باستشاره المهندس ممدوح عباس الرئيس الفعلي بنسبه كبيره لنادي الزمالك. طب ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي بقى، حصل جلسه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه مع اكتر من مسؤولين في نادي الزمالك. لكن الجلسه الاخيره بكره هقول لك بين زيزو ووالده ومين. ابو زيزو بشهاده اكتر الناس بيقول لك ان راجل اهلاوي، ودي حاجه باينه. لكن انا قلتها لك مصلحته ثم مصلحته ثم مصلحته فوق الجميع. الناس اللي هتخلص معاه بشيك مدفوع حالا هو اللي هيمضي معاهم زيزو. وهقولها لك السبب في ان القصه تكبر كده هي مسؤولي مجلس اداره نادي الزمالك اللي سابوا القصه عاميه او سابوها مطوله، اللي يخلي اي نادي يقدر يدخل في مفاوضات مع اللاعب بتاعك، ودي مشكله في مجلس الاداره. لكن تعالى اقولها لك بقى، ان ابوه ما عندوش مشكله تاني في انتقال ابنه للاهلي. لكن ايه القصه؟ واقفه على جلسه اخيره من مسؤولي نادي الزمالك. القصه وما فيها هي عامله زي التجاره كده، خد وهات. بمعنى ايه؟ اللي معاه فلوس هو اللي هيخلص. لكن زي ما قلتها لك، مشكله والده مع المهندس ممدوح عباس هي اللي عامله الازمه دي كلها. لكن الجلسه الاخيره بكره بصراحه يعني في ناس كده بيحبوا يقول لك ايه، وقت الفلوس او وقت الكاشات الغالي يبقى ببلاش. بمعنى ايه؟ بص يا سيدي، هنا جلسه اخيره بكره مع مسؤولي نادي الزمالك بين والد زيزو وزيزو مع ميدو وعمرو الجنايني وحازم امام ورجال اعمال زملكاويه، من ضمنهم اعتقد هيبقى موجود المهندس ممدوح عباس. اخر عرض من الزمالك لزيزو غدا هيبقى بقيمه 80 مليون جنيه في الموسم الواحد. عاوز تصدق صدق، عاوز ما تصدقش ما تصدقش. حلو، وبكره تشوف. انا بقى اتمنى لو ما حصلش اتفاق بكره يحصل ايه؟ يطلع خطاب من نادي الزمالك للسوشيال ميديا، يا جماعه والله احنا قعدنا مع زيزو وعرضنا عليه واحد واثنين وثلاثه. وخلي بالك بالمناسبه هيحصل تكذيب للخطاب ده من ناس كتير جدا من ضمنهم زملكاويه. طب انت هتقول لي الزمالك بكل الظروف الماديه الكبيره دي ازاي هيقدم عرض لزيزو ب 80 مليون؟ انت بتفتي. هقول لك بص يا سيدي، اي لاعب في الدنيا سواء بيمضي الاهلي سواء بيمضي الزمالك ما يقدرش ياخد المبالغ الطائله دي. بينكتب في العقد شيء وناس رجال اهلاويه او زملكاويه بيتدخلوا ويظبطوا الدنيا. طب لا، الزمالك هيدفع كام ورجال الاعمال هيدفع كام؟ الزمالك هيدفع من خزينه النادي 30 مليون جنيه، وهي قيمه عقد زيزو الحالي في نادي الزمالك. وسيتحمل المهندس ممدوح عباس 50 مليون جنيه من جيبه الخاص. طب القصه وكانت دايره زمان ان والد زيزو ما كانش موافق على القصه دي، لان هو حقه برضه. بيقول لك انا مثلا حصل مشكله في مجلس الحل وكابتن ممدوح عباس يقول لك مش دافع فلوس ابني تروح فين؟ حقك. فايه اللي هيحصل؟ هيتم عمل وديعه بقيمه 100 مليون جنيه تسدد لزيزو على دفعات. يعني مثلا هيجي مثلا قيمه السنه ديت 80 مليون جنيه، اتفضل. فزيزو هيبقى ضامن فلوسه فيها. تمام. هقولها لك المره الاخيره، اذا لم يحصل اتفاق بالجلسه الاخيره بكره المفروض ان زيزو بنسبه 99% في النادي الاهلي. طب تعال نتكلم في نقطه مهمه. زيزو جاي له عرض من الدوري الاماراتي وجاي له عرض من الدوري القطري، وايام ما كان في مشكله كان في عروض الدنيا وب6 مليون و8 مليون، وقلتها في اكتر من حلقه فمش عايز اطول عليك الكلام عشان مش ان انا بطول. ليه العروض دي مش موجوده دلوقتي؟ الله اعلم. وانا قلتها لك ان كان حصل اتفاق الكلام ده من اكتر من شهر مع والد زيزو مع الانديه اللي كانت بتلعب في الدوري القطري والدوري الاماراتي.
وقلت لك برضه ان ابوه متفق مع النادي الاهلي واخد شيك كمان، ومحدش قدر ينكر ده. لكن هل زيزو، وانا عندي المعلومه الكامله ان انا بقولها لك وانا قلبي جامد، ان زيزو بتاريخ حلقه النهارده 4/4 لن يوقع حاليا للنادي الاهلي ولا حتى لنادي الزمالك، عشان تبقى عارف. مش بقول لك كده عشان انا زملكاوي وهطلع لك تصريحات بوم طخ، لكن الناس اللي اعلنت رسميا انتقال زيزو زي الصحفي عمرو نبيل، ما جبتش ليه حاجه توثق كلامك؟ صوره العقد، صوره من داخل مجلس اداره النادي الاهلي، صوره من المكان اللي بتفرق، اي حاجه تثبت كلام. ما انا ممكن اقول لك الصبح النهارده رسميا وسابوا عليه في الزمالك، فين اثباتات؟ ما علينا. هتقول لي برضه فين اثباتاتك؟ انا بقول لك الميه كاتب الغطاس، بكره او بعد بكره بالكتير هتلاقي المعلومات بتتسرب واحده واحده، سواء بالتجديد او بعدم التجديد. وهقولها لك بكره هنعتبره كده. كابتن حسين لبيب قاعد، باشمهندس ايمن، باشمهندس ممدوح عباس قاعد، ميدو عم الجنايني وابو زيزو، وانا زيزو، وانا بقول لزيزو يا جماعه انا محتاج 80 مليون جنيه في الموسم الواحد، اتفضل ادي شيك 50 مليون وال 30 مليون يلا النهارده نوقعوا خدهم، الموضوع ينتهي في الزمالك. لكن هنخش قصه اصل هنجيب لك رعاه من بره، اصل قصه اعلانات، اصل مش عارف ايه، كل ده في الفسكون ينساه. عشان اعرفك حاجه واعرفك كلامي كمان، ان كل الانديه فيها مشاكل، حتى الاهلي عنده مشكله خلي بالك في تجديد عقد رامي ربيعه. فما تخليش اي حد اهلاوي يسند ظهره عليك كده ويهجص عليك وانت تمشي ورا لجان انت عارف ان هي بتقبض. سيبك من القصه شرحتها لك وهلخصها لك في 3 ثواني، ان زيزو لم يمضي لنادي الاهلي ولم يجدد تعاقده مع نادي في جلسه اخيره هتجمع بكره بين والد زيزو ورجال اعمال زملكاويه، بالاضافه للاستاذ المحترم عمرو الجنايني وكابتن احمد حسام ميدو وكابتن الامبراطور وحازم امام، بالاضافه لحسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك فقط، اذا تم فيها الاتفاق ودفع ما يريده زيزو اللي هو اجمالي 80 مليون جنيه، كان بيتكلم في 78 مليون جنيه بالاضافه الى العموله بتاعه والد زيزو، الموضوع انتهى وزيزو في الزمالك. هيحصل عكس كده، انا قلتها لك ان انا كراجل زملكاوي ماليش دعوه بالارقام، جبته بمليون جبته ب 300 ماليش فيه، اهم حاجه عندي راجل يكمل. طب ما كملش بالنسبه لي، لو انت راجل بتفهم هتطلع بخطاب بكره يا جماعه انا قعدت معاه والوضع 1 2 3، في اسهل من كده واللاعب رفض او اللاعب جدد، الموضوع منهي خالص. هتقول لي طالما والد زيزو واخد شيك من الاهلي ما يصرفه ويروح الزمالك، اقول لك بقى يا سيدي اصل الناس دي مش هبل عشان تبقى عارف، والناس دي مجانين. الشيك ليه وقت معين او اتفاق معين، الراجل شيك هتمضي هينفع لك، انا هنشرك على الشيك وهيصرفه، الموضوع انتهى. فلسه لحد دلوقتي، واقولها لك انا حتى لو زيزو انتقل للنادي الاهلي بصراحه ما مش هيزعلني. هتقول لي بقى والله ما هيزعلني، ليه؟ لان انا حتى عارف ان مع انتقال زيزو تجديد زيزو للزمالك انت مش معاك فلوس، هيحصل قصه ومشكله وبتاع، وانت عارف كل يوم في النادي الزمالك في جديد. في الاهلي النهارده امام عاشور مش هتلاقي في الكلام ده كتير بيطالب بسواته في عقده الجديد مع تريزيجيه وعبده بالدولار. ده كمان عمرو نبيل اللي سرب الخبر النهارده بتاع تجديد زيزو مع الاهلي او امضاء زيزو الاهلي انه عايز عقده بالدولار. الموضوع سهل خالص، كل حاجه بتتكلم دلوقتي على المقدره الشرائيه، انت تقدر تشتري وتجدد، الموضوع خلصان. مش هتقدر اي نادي سواء مع احترام للكف والبطيخ يقدر يعلم عليك في اي حاجه. حتى النهارده زي ما قلت لك في مشكله مع النادي الاهلي وهو بيعرف تجديد وفي عقد امارات وقصه كبيره. الموضوع كله في موضوع الفلوس. حتى رامي ربيعه اللي مع احترام اللي ما يساويش منافع ب 3 جنيه، وده رايي الشخص فيه مش عيبا في اللاعب، انت النهارده راجل معاه بطولات الدنيا لكن اداؤه في الملعب ما بيحكمش بكده. فانت الاهلي عاوز يجدد لرامي ربيعه موسمين ورامي ربيعه عايز 3، الاهلي عارض 14 مليون ورامي ربيعه بيقول لك لا انا عاوز فيها اولى زي امام عاشور وزي علي معلول وسام علي والناس الكبيره دي كلها. في النهايه زي ما قلت لك القصه تلخص في الحته دي. تعال بقى اخدك للاهلي وفي يعني ايه بيسموه ايه خبر حصري شويه. تقول لي ازاي؟ ما حدش قاله بس هقوله لك. بص يا سيدي، مستقبل كولر في الاهلي عليه مليون علامه استفهام، وقلتها لك الحلقه اللي فاتت وهقولها لك النهارده، ان ماتش بيراميدز الجاي وماتش الهلال السوداني القادم، يعني الهلال الاول بعدين بيراميدز، لو فشل فيهم مارسيل كولر فانا بقول لك بنسبه تتخطى 99% رسميا مارسيل كولر خارج النادي الاهلي. وتعالى بكره واللي ما بيننا وتحكم، عايز تشتم اشتم، لكن بكره هنتكلم ونشوف. لو قدر يعدي وخد دوري الابطال هيبقى فيها كلام كبير. الاهلي اصلا عنده مجلس ادارته شكوك بسبب ان الاهلي ادى لمارسيل كولر كل اللعيبه اللي هو عاوزها وسدله الوش اللي كان عامله له بالبلد خالص، سد الصداع اللي كان جاي من مارسيل كولر بسبب اللعيبه.
فجبت لك اللي انت عاوزه، اديني اداء في الملعب، والكلام ده ما حصلش الاهلي بقاله فتره طويله. تمام. طب مين البديل؟ انا بقولها لك ان الاهلي من فتره كبيره جدا من ساعه المدرب ده ما كان موجود في مصر وحط عينه عليه. انا عاوز اشتغل شغل السكاوتنج في النادي. ليه؟ الناس دي يا جماعه ما بتتعبش ليه؟ شوف ازاي بيعمل ايه ويجي وراه. بمعنى ايه؟ ان الاهلي حط عينه على المدير الفني اللي موجود في الدوري السعودي اللي كان مديرا فنيا سابقا لذلك، وهو جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي. بكره والايام مش بعيده وتعالى نتفرج. تمام. بص بقى، ده بالنسبه لكاس العالم للانديه. بمناسبه كاس العالم للانديه كمان الاهلي اتكلم مع مسؤولي نيس الفرنسي لعودة محمد عبد المنعم، وهقولها لك وبكره تشوف. محمد عبد المنعم رفض العودة للنادي. طب كاس العالم فين؟ انا بقول لك رفض العودة ومركز في الاحتراف، لان الاهلي مش هياخد محمد عبد المنعم بعرض او بعقد شهر، عشان مش الكلام ده. العرض يبقى 6 شهور. محمد عبد المنعم رفض العوده للاهلي، ضحى بكاس العالم دي عشان مستقبله، وانا بقولها لك هي خطوه مميزه جدا. سيبك من الناس اللي في الكومنتات ارجع يا نركز في الاحتراف، وانت مدافع كويس جدا جدا جدا، فان شاء الله ربنا يوفقك. تعال بقى اقول حاجه كمان، ان بيراميدز، ولا خلينا بيراميدز نتكلم في ايه تاني. بص بقى يا سيدي، الاهلي بعد ما كان مقرر التجديد وعنده النيه الواضحه والبينه لتجديد إعارة أو شراء أو تفعيل بند يحيى عطية الله، بعد أداء يحيى وإصابته الأهلي بقى عنده تخوف وبنسبة تتخطى 80-90%. الأهلي في الفترة الحالية واخد قرار بعدم تجديد أو شراء يحيى عطية الله الباك الشمال المغربي اللي في الأهلي. وخلي بالك هقولها لك، هو قرار صح وقرار غبي لو جددت له. ليه؟ إن أنت عندك لعيب سوبر ستار وهو علي معلول، المعشوق الاول الاهلي في مركز الباك الشمال او في المنظومه كلها. لو مارسيل كولر مش من الاهلي، انا بقول لك علي معلول هيبقى الباك الشمال الاساسي للنادي الاهلي. تمام. وبكره تشوف. بالمناسبه برضه عشان السوشيال ميديا ما بنتكلمش كتير، الاهلي عنده اكتر من عرض رحيل لعيبه، من ضمنهم احمد نبيل كوكا اللي جاي له عرض احتراف، والاهلي لسه بيدرس الموقف قبل كاس العالم. هحتاجه ولا مش هحتاجه؟ خلي بالك برضه الاهلي هيضيف اكرم توفيق في القائمه الاوليه لكاس العالم للانديه، لان انا قلت لك الاهلي برضه لسه عرف اكرم توفيق بعد الراجل ما مضى النادي الشمالي القطري. انا بقولها لك وبكره تشوف وهتسمعها، ان الاهلي برضه لسه ينال اكرم توفيق. لو قدر اكرم توفيق يخلص نفسه من الشمال القطري، اكرم توفيق في كاس العالم للانديه. وبكره نتكلم. تعال بقى نرجع لحته مهمه جدا في قصه الانسحاب وخصم ال3 نقط. تمام، عشان خلاص كده خلصت مش عايز اطول عليك. بص بقى يا سيدي، البيراميدز والزمالك قرروا تصعيد المشكله واشتكوا وهيصعدوا المشكله لابعد نقطه. ليه؟ لان التراجع من رابطه الانديه في خصم ال3 نقط ده كان قرار عبثي، ونص القرار اصلا يودي الدنيا في حته ثانيه. وعشان تعرف وانا قلتها لك وما تقولش عليها بهيص، ارجع لفيديوهات. القصه كلها من بدايه واللجنه الاولمبيه واللفه اليمين والشمال كان الهدف منها يا سيدي هو عدم خصم ال3 نقاط في نهايه الموسم. واتفرج على فيديوهات، وده فعلا حصل النهارده. نص القرار بقى يقول لك بسبب حدث قهري، اعتقد حاجه زي كده. طب ما انت دلوقتي بتدي الاهلي مفتاح انه يفتح بيه الباب ويشتكي بيه على الاقل خالص في الفيفا ويطالب باعاده الماتش تاني، لان رابطه الانديه نفسها اللي اصدرت القرارات قالت لك ان كان في سبب قهري، فده مفتاح يقدر يفتح بيه الاهلي. طب الاهلي ما عملش كده ليه؟ لان انت كده اتفاق، الموضوع كله عارفين الاهلي غلط، فحابين يساووا الدنيا، فقال لك خلاص هنشيل ال3 نقط وخلاص الماتش خلص والموضوع انتهى. الكلام اللي هتسمعه الفتره الجايه، هتشوف ان الاهلي كان ممكن يرجع في الاتفاق ويشتكي ويعيد الماتش عشان تبقى عارف. لان اداله الباب ده مين؟ هو مجلس الرابطه بقياده المحترم احمد دياب. قرارات عبثيه بتخرج من ناس غير فاهمه القوانين. كمان بقى هيئه مستشارين او هيئه اعتقد الوزراء، مين يا رب اللي اصدر النهارده؟ مستشارين الوزراء، اعتقد رئيس الوزراء حاجه زي كده، عملوا مشروع اول استاك بقى من بدء 8 سنوات، وعشان البند ده مش هينعمل عشان تبقى، لكن في قرار هيتقدم رئيس الجمهوريه والرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب يعني بمعنى صح خصخصه الانديه انه يقعدوا في الاستثمار. ناس النهارده طالعه عماله تزعق وزعلانه لا يا عم انت ما بتفهمش. بحترم لك والله العظيم، لما النادي الاهلي ينطرح الاستثمار هيجي المستثمر يخلي الدوري المصري والزمالك وغزل المحله والانديه الجماهيريه، وعندك دوري زي ما خليق ربنا. اتفرج على الدوري السعودي، بس ما شاء الله حاجه يعني في منتهى العظمه. كان في ماتش النهارده اقسم بالله بين النصر والهلال حاجه يعني
تتمتع وانت تتفرج. انا حاسس ان انا طولت عليك، فقلت لك في الاول ما تعملش لايك واشتراك، لكن لو انت وصلت للنقطه ديت انا بحبك في الله، وان شاء الله كل يوم حلقه جديده. معلش ان طولت عليك، والسلام.